بس قول لي اسم المكان بقى. سامي الزهري، الاستاذ محمد المصري، مكتوبه اهي. صور لكم الاسم اهو. ده شارع كامل صدقي، كامل صدقي اول الشارع، وده اللي يودينا اتجاه مكتبة الشركة المصرية اهي، الشركة المصرية. هقول لكم على العنوان بالظبط. جميع الكتب الخارجية اللي تخطر على بالكم موجودة في المكتبة، والخصم كمان مفاجأة. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا الخصم قد ايه. يبدأ عندك الدستة ب15، فيها كام قلم؟ قولي بقى اسعار اللي جت في ايه. الرطب الجديد ده فين؟ احنا خلينا في، انت عارف بقى الناس كلها يعني حالتها برضو زي حالاتنا كده، عايزه الاسعار اللي هي الهاديه. 30. احنا عايزين اسعار، عايزه اسعار مخفضه. وده الدستة 55 60. هي دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جولتنا فين؟ جولتنا في الفجالة. زي ما استفدت ونزلت ولقيت أماكن جميلة جدا وبأسعار حلوة قوي، لازم أفيدكم معايا. وفي مفاجأة كمان اللي بيشتروا الكتب الخارجية، هقول لكم على مكان جميل جدا فيه خصم بصراحة روعة، خصم انا ما لقيتوش في اي مكان تاني. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وتحطوا اللايك. وشاكره جدا لكل اللي بيكتب لي تعليق حلو، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجازيكم كل خير. مبدئيا كده لكل اللي مش عارف يروح الفجالة ازاي، اللي مش عارف مكانها يعني او ما راحش قبل كده، بتركبي المترو وبتنزلي محطة الشهداء. اول ما تطلعي من محطة الشهداء هتلاقي الجامع في وشك كده، وعلى شمالك هتعدي الشارع الفجالة في وشك. تمام كده. بس قبل بقى ما نعدي الشارع ونخش الفجالة، المكان اللي احنا فيه ده عبارة عن ايه؟ ده مبادرة كلنا واحد. اول ما تطلعي من محطة المترو هتلاقيها على طول جنب السلم المترو كده، مبادرة كلنا واحد. موجود بقى فيها الكوتشيات، موجود فيها لبس المدارس، موجود فيها كراريس، موجود فيها كشاكيل، كل حاجة انت برضو عايزاها تلاقيها جوه المعرض دوت، بحيث اللي مش قادر يخش الفجالة او يلف فيها كل حاجة متوفرة في المعرض ده. ولبس المدارس كمان، واسعاره كمان جميله مخفضه. بس للاسف انا كنت نازله اجيب تيشيرت لابني، اللون بتاع اليونيفورم بتاعه الوحيد اللي مش موجود، جميع الالوان موجوده ما عدا اللون بتاعه. فانا طبعا قلت ابقى اشوفه في مكان تاني. لفينا في المكان ده كده، بس انا بصراحه ما اشتريتش منه حاجه. وبعد كده عدينا بقى الشارع ودخلنا الفجاله. عايزه اقول لكم بقى على كارثه حصلت معايا قبل ما ناخد بس جولتنا كده. انا نزلت الفجاله يوم الحد، وبعد ما نزلت واتحركت اكتشفت ان انا نازله يوم حد. بس الحمد لله كان ربنا معايا، وكان في اماكن فاتحه وربنا كرمنا واشترينا كمان حاجات جميله جدا واسعار مخفضه. بصوا بقى كده الشارع اللي انا فيه ده شارع كامل صدقي، شارع كامل صدقي اهو كده. الشركه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي اللي فيها المفاجاه، وده اول الشارع في طلعه المترو. تمام كده. هوريكم برضو كده المكان. بس كل حاجة موجودة، يعني مش ضروري ان انت تخش المكتبة او تشتري من مكاتب. برضو الاماكن الفرش اللي على في الشارع دوت اسعاره جميلة جدا ومنتجاته حلوة والله على قد الايد فعلا. بس انت لازم تمشي شوية وتسألي شوية على الاسعار علشان ما يضحكش عليكي. يعني برضو في فرشات كل فرشة عن التانية بتختلف في الاسعار، فانت من كتر ما انت بتسألي مثلا وتعرفي الاسعار فبتعرفي تقرري وتميزي هتجيبي منين. وخامة الورق بتختلف، وعدد الكشكول طبعا اوراق الكشكول بتختلف، فبتقرري بعد كده. احنا دخلنا كامل صدقي بقى، شارع كامل صدقي ده في وش محطة المترو على طول، او لو معرفتيش اسألي عنه. دخلنا على الشركة المصرية. الشركة المصرية، الشركة المصرية دي فيها جميع الكتب الخارجية اللي تتخيلوها، حتى الكتب الخارجية اللي هي يعني ايه، مش يعني مش منتشرة كتير زي الباهر او الشاطر او الاستاذ. يعني في بعض كتب كده مش مشهورة قوي، فموجودة برضو كتب الأطفال من أول الكيجي لغاية يعني كل ما تتخيلوه موجودة في الشركة المصرية. الخصم بقى كام على الكتب الخارجية؟ الخصم مفاجأة 20%، خصم 20% على الكتب الخارجية. وبصراحة ربنا أنا ما لقيتش الخصم ده في الفجالة في أي مكتبة تانية أو في أي شركة تانية، والحمد لله. عشان كده بقول لكم ربنا كرمنا إن أنا ألاقي الشركة دي فاتحة يوم الحد. رحت وسألت، أنا كنت ده طبعا نازلة بدري،
لقيتهم كانوا حاطين الفراشه بتاعتهم دول قدام الباب، قالوا لي لا هي بالظبط نص ساعه والمكتبه هتفتح او الشركه هتفتح. والحمد لله ربنا كرمنا ودخلنا وجبنا كتب ياسين من عنده، وعقبال كتب يوسف بقى. لسه معرفش كتب يوسف طلباته ايه، لاني معرفش مدرسينه عشان داخل سنه رابعه والمدرسين بتاعته بتتغير. المكتبه فيها كل حاجه، مش ضروري بس اللي هي الكتب الخارجيه، لا موجود فيها الاقلام والكشاكيل والكراريس وكل حاجه موجوده باسعار الجمله. بس بصراحه انا ما جبتش من عنده الكشاكيل، لان هي يعني كانت ماركتها ماركه ديزني وكانت سعرها عالي عليا قوي، كانت الدستة ب90 جنيه. بصوا كده ياسين فرحان بالحاجه بتاعته اهي. انا قول لي بقى اسعار الجاف ايه؟ الروتو الجديد ده فين؟ ده سعره كام الدستة؟ 30. قول لي بقى حاجه تانية برضو اسعارها ايه؟ ده القديم؟ في بيبدأ من 30 لغاية 60 كده. وده ده 24 قلم ب 45 جنيه. ده 60 ب 45 جنيه. وبالنسبه للاسعار اللي هي الوسط كده وتكون برضو خامه كويسه، وده دوت ده غالي، ده قلم نضيف عامل 65 جنيه. الدستة فيها قد ايه؟ 12. ماشي. وبالنسبه للاقلام الرصاص العلبة بتبدأ من 15 اللي هو حاجه زي كده؟ ده 25. طب وريني كده اللي هي ب15. يبدأ عندك الدستة ب15 فيها كام قلم؟ 12 قلم، يعني 15 في 20 في 20 في 25 في 30 35 45 60. احنا خلينا في، انت عارف بقى الناس كلها يعني حالتها برضو زي حالاتنا كده، عايزه الاسعار اللي هي الاساتيك دي انفرتو ولا اللي انت عايزاه. طب قول لي كده الاسعار بتاعتها لو هم هياخدوا قطاعي. قطاعي في 3 ب 10 اللي هو العادي، اللي هي دي ودي اه. واللي هي السودا الفيبري كاسل دوت الأستيكة الواحدة ب 10 جنيه. تمام. طيب وبالنسبه لعلب الالوان اللي فوق دي اللي هي الخشب تبدأ من 10 جنيه وانت طالعة. اللي هو ده هي عاملة 15 جنيه 12 لون. 15 12 لون. تمام. انت عندك برضو التشكيله حلوه ما شاء الله. طب وبالنسبه للبرايات اللي هناك دي؟ هي براية شكل بعض. ماشي. كله 240. ماشي. قيسي. بقول لك الفرشه بتاعتك اسمها ايه؟ علي علي اليمني؟ علي جمال. قدام مكتبة غزة. عايزة لا لا بس قول لي اسم المكان بقى. السهم الذهبي الاستاذ محمد المصري، مكتوب اهي. صور لكم الاسم اهو. مكتبة السهم الذهبي محمد المصري. ايوه الله يبارك. اول ما تطلعوا من محطة المترو كده الشارع اللي في الوش على طول. عنده كل حاجة هنا بالتشكيلة كاملة والاسعار مخفضة. يعني ما شاء الله الله اكبر، التشكيله عنده كامله والاسعار حلوه قوي. احنا خدنا حاجه ياسين كلها من هنا. والاسعار دستة الاقلام الرصاص كمان عنده اسعار حلوه جدا ومخفضه وجوده عاليه. الاقلام البرونزي هي والنوته والاغلفه اهي، كل حاجه تلاقوها عنده يعني. والكشاكيل السلك اهو. بصوا طلعت اول ما طلعوا من محطه المترو كده الشارع اللي في الوش على طول اسالوا على المترو. طبعا بتاخدوا الشارع كامل صدق ده كده من اوله لاخره، بتتمشوا فيه بتتفرجوا على الحاجات اللي موجوده فيه. فرشات بتبقى فرشه يعني في الشارع، وفي المكاتب. انا جبت بصراحه ربنا من الفرش اللي هي مفروشه في الشارع، لان هي اللي كانت موجوده، لان انتوا عارفين يوم الاحد اكتريه المكاتب كانت قافله. بس الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا وجبنا حاجات جميله جدا. ان شاء الله استنوا بس الفيديو الجاي واوريكم الحاجات الجميله اللي انا جبتها لياسين ويوسف، واقول لكم على الاسعار كمان. انا مش عارفه اقول لكم على الاسعار هنا كمان،
باذن الله هوريكم الحاجه اللي انا اشتريتها واقول لكم على الاسعار عشان اوريكم جوده الكشاكيل اللي انا جبتها باذن الله. بس ما تنسوش اللي يجيب كتب خارجيه يروح الشركه المصريه في شارع كامل صدقي، خصم 20%، والله العظيم ما هتلاقيها في اي مكتبه تانية. ما شاء الله عليهم. استنوني الفيديو الجاي هيعجبكم باذن الله.